انت حيرانه وزهقانه وما تعرفين ايش تسوين وصفه على الغداء؟ وصفه مكرونه سباجيتي سهله وسريعه، تعالوا خلينا نعلمكم وصفتها. واه هيلو والله بلعوه. اول شيء درجه حراره متوسطه، نجيب طاوه، ربع مكعب زبده، وننزل نقانق مقطعينها بهذا الشكل، وميكس ميكس ميكس مع الزبده لين ما تتقمر معنا النقانق. وبعد ما تقمرت معنا النقانق بهذا الشكل نطلعها بصحن خارجي زي كذا زي كذا. وبنفس الطاوه شويه زيت، حبتين بصل مقطع على صغير، واربع فصوص ثوم مقطعينهم بهذا الشكل، ننزلهم فوق البصل. وبعد ما ذبل معنا البصل، وملعقه فلفل مجروش، وميكس ميكس لما الثوم والبصل ياخذون نكهه فلفل مجروش، ملعقتين كبيره معجون طماطم، وكوب واحد كريمه طبخ. وهنا عندي مكرونه سباجيتي سلقتها بمويه وملح لمده 8 دقائق على نار متوسطه. فوق الكريمه ضفت كوبين من مويه سلق المكرونه، وخليناها تغلي معنا بهذا الشكل. جبن موزاريلا، وننزل بهارات ملعقه من بهارات ايطاليه، اذا ما كان عندكم بهارات مشكله وزياده عليها كزبره، فلفل اسود، ورشه خفيفه لطيفه من البابريكا، وملح حسب الرغبه، وميكس ميكس 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 ميكس. وفوق الصوص ننزل سباجيتي، وميكس ميكس ميكس. وبعد ما استوت معنا ننزل نقانق فوق بهذا الشكل. وهذه النهايه، ايطاليانو سباجيتي، وصفه لذيذه وجوسي، جربوها ب8 دقائق وبالعافيه عليكم.